أعزائي المشاهدين، مصر القوية العزيزة الأبية اللي أبت على كل مدار تاريخها على أي مستعمر أو أي غاشم أو أي معتدي أو أي أثيم أو أي جبان بيعتدي عليها. مصر في توقيت العمليات الإرهابية اللي بتتم فيها وفي نفس التوقيت وبنفس القوة بتتقدم في مجال التنمية، وكلنا شفنا يعني الكثير والكثير في هذا المجال. العدو بيستهدف القتل والتدمير وتعطيل المسيرة، لكن في نفس الوقت احنا مستمرين في البناء واحنا بنحارب الإرهاب. الحقيقة مصر لديها الكثير لتنجزه في المرحلة القادمة، وال100 مليون الموجودين كلهم جنود على الجبهة، جنود على الأرض، وجنود بيقوموا بعملية التعمير. وكما نقول دائما، يد تبني ويد تحمل السلاح. وعشان كده بيسعدنا ان احنا نلتقي على الهواء مباشرة مع الدكتور أيمن محمد لطفي أيوب، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ورئيس محطة الماكس للبحوث التطبيقية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يمكن احنا كلنا تابعنا افتتاح مزرعة أو مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، وشفنا قد إيه حجم الإنتاج أو حجم الإنجاز على الأرض في المرحلة الأولى لهذا المشروع. ولذلك احنا بنقول إن مصر مش بتتوقف في كل المجالات، بتعمل بجد ونشاط عشان تحقق لأبناء شعبها بالفعل أشياء كتيرة جدا مهمة. ويمكن هبتدي مع حضرتك باختيار موقع أو مكان المشروع. تمام. بس بعد إذنك اسمح لي إن أنا أقدم التعازي لأسر شهدائنا، وبيدعو الله عز وجل إن هو يتغمدهم بواسع مغفرته ويلهم أهلهم إن شاء الله الصبر والسلام. طبعا حضرتك عارف إن يعني لازم اختيار المكان دوت ما كانش من فراغ، ده كان مدروس دراسة كويسة قوي. طبعا كان ليه شق أمني وكان ليه شق اقتصادي. من المعروف ان المكان بتاع بركة غليون دوت كان هو المحور او الارتكاز اللي عن طريقه كان بيتم عليه في الهجرة الغير شرعية، وكان فيه بيتم تجارة المخدرات وانواعها المختلفة. بجانب ان لما جم شافوا عملوا دراسة للمكان وجدوا ان القرى المحيطة ببركة غليون تعتبر الاشد فقرا في محافظة كفر الشيخ. ومن هنا هم قاموا زي ما احنا بنقول ضربوا عصفورين بحجر واحد. قاموا الاول ان هم عملوا كردون على المكان وتم تحويطه بسور كامل. اتبنى المشروع في وقت قياسي. اتعملت مش هنقول مزرعه سمكيه، هنقول مدينه سمكيه. مدينه كامله. بحيث ان هو ان هم يقدروا يطوروا من الانتاج الاسماك البحريه على وجه الخصوص. تاني حاجه توفير فرص عمل لهذا الشباب. يعني حاجه رائعه ان انت في مكان كان بؤره لهجره غير شرعيه زي ما حضرتك بتذكر وتجاره غير مشروعه يتحول الى مكان يعني تشاع بالفعل للمنطقه، خاصه من الجانب الانتاجي والانتاج السمكي تحديدا. يمكن احنا كلنا اطلعنا على اشياء او عن وارقام عن المشروع، لكن الاهم في ذلك هو الانطلاقه اللي بتحدث للمشروع. والمهم دايما واحنا يعني بنذهب الى مشروعات تنمويه الاستعانه بالخبرات العلميه، واعتقد ان الجانب ده كنا مفتقدينه في فترات، لكن في ما يتعلق بمشروع بركة غليون الامر اختلف. هو في الحقيقه يا فندم هو تم عمل بروتوكول تعاون ما بين الشركه الوطنيه للاستزراع المائي وما بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. البروتوكول ده بيستهدف مد الشركه الوطنيه بالخبرات والكوادر الموجوده عنده. الهدف منه تعليم الشباب الخريجين
لان حضرتك عارف ان المشروع حاليا مقام بالشراكه مع الجانب الصيني. الجانب الصيني هيقعد معاهم حوالي من 6 شهور ل9 شهور. ده ما تبقى من التعاون في هذا المجال. تمام. فلازم بعد كده حضرتك احنا اللي هنقود المسيره ونفضل مستمرين بنفس المستوى او بنفس الكفاءه عشان ما يحصلش اي. طبعا احنا شايفين في الصوره معانا مباشره صوره للاحواض اللي تم افتتاحها بالفعل مؤخرا. طبعا الاحواض دي مساحات مختلفه اعتقد. حضرتك هو عدد الاحواض اجمالي حوالي 1359 حوض. منها ده اللي تم افتتاحه بالظبط في المرحله الاولى. بالظبط هي هم حوالي 4 مراحل. دي المرحله الاولى منها هو اجمالي حجم المشروع كله 22,000 فدان. انتهى المرحله الاولى منها حوالي 4,000 فدان. المرحله الاولى بتتكون من 1359 حوض، منها 155 حوض تحضير للزريعه، منها 466 حوض للاسماك البحريه، منها 655 حوض للجمبري، و38 حوض على مساحه 500 فدان لاسماك المياه العذبه زي سمكه البلطي. احنا هنا يعني داخلين بقوه في الحقيقه في مجال الاستزراع السمكي، لان احنا كنا قاصرين في الاستزراع السمكي على الاسماك الخاصه بالمياه العذبه. احنا كده بقى بصدد مع في وجود بروتوكول التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وبين الشركه الوطنيه للثروه السمكيه، احنا بنخطو خطوات بقى في مجال الاستزراع السمكي البحري. تمام حضرتك. ما ننساش طبعا المصانع اللي افتتحت هناك زي مصنع الفوم، وده طاقته من حوالي من 900 ل 1500 كيلو جرام في اليوم فوم. دي العبوات اللي بيتم فيها يعني العبوات اللي بيتم فيها تصنيع بيحط فيها المنتج النهائي. في حضرتك برضو مصنع الاعلاف، وده في خطين، خط للاسماك وده بطاقه 120,000 طن سنويا، والخط الثاني لعلف الجمبري وده طاقته 60,000 طن سنويا للجمبري، علف الجمبري. طبعا بالاضافه برضو الى مصنع البروسيسنج، وده يعتبر اول مصنع في مصر يتعمل بالتزامن مع اللي افتتحه سياده الرئيس، مصنع البروسيسنج اللي موجود في سيناء او في محيط البردوي تحديدا. برضه عايزين يعني نوضح للساده المشاهدين يعني ايه بروسيسنج، يعني الهدف منه ايه بيبقى ايه؟ الهدف منه ان انا بنظف الاسماك وبخليها في صوره فيليه، بحيث ان هو تجهيز الاسماك. بالظبط انا بجهز الاسماك بحيث ان هو يبقى في المنتج في الصوره النهائيه على طول على المستهلك. بالظبط يا فندم بالظبط. يعني بالفعل هنا احنا بنتكلم عن تعاون في تدريب العماله اللي موجوده. طبعا لدى المعهد خبرات طويله في هذا المجال، فايه الدور اللي هيقوم به المعهد هنا في التدريب؟ وهل يعني لديكم البنيه الاساسيه اللي ممكن بالفعل تساعدوا في تدريب هذه العماله؟ هو طبعا حضرتك كانت الشركه الوطنيه جات لنا قبل كده كذا مره في المعهد، وشافوا الخبرات وشافوا الامكانيات الموجوده في المعهد عندنا. ده داخل طبعا المصنع اللي حضرتك ذكرته بروسيسنج. فحضرتك من بعدها اتعمل البروتوكول التعاون. فمثلا على سبيل المثال احنا مثلا موجودين في بركه غليون، الفريق بتاع المعهد القومي للعلوم البحار والمصايد موجود تحديدا في مفرخ الاسماك البحريه. احنا حاليا مع الجانب الصيني بنعمل دلوقتي حاليا تنميه الغذاء الحي تمهيدا للتفريخ ان شاء الله على اول الشهر الجاي، واللي هو هنبدا ان شاء الله سمكه الدنيس. معانا طبعا الطلبه المعاونه اللي هم من خريجين كليات علوم الثروه السمكيه العريش قناه السويس، علوم الثروه السمكيه كفر الشيخ اللي هم حديث التخرج. احنا بنحاول بنديهم اثناء التشغيل ما بين الراحات محاضرات تدريبيه، ازاي بيشوفوا ازاي الغذاء شكله ايه، انواعه ازاي، الميديات المستخدمه فيه، افضل الطرق، افضل التقنيات، ازاي بقى انا بعرفهم ازاي امتى السمكه ديت يقدروا يشوفوها اذا كانت السمكه ديت جاهزه للتفريخ او لسه، طب ايه انواع التغذيه اللي بتغذيها الامهات. كل ما هو تقني عملي بيفيد المشروع. يفيد المشروع وتعظيم طبعا الفايده من هذا المشروع، لان طبعا في
جوانب تانية حضرتك كلمتني عنها فيما بعد ستكون محل تعاون، وهي تفريخ الأسماك البحرية والجمبري. تمام. واعتقد المفرخات دي هتعطي انتاج ضخم من الزريعه. هناك المفرخ الموجود المنشأ على بركة غليون ده مساحته ضخمة جدا، يعتبر أكبر مفرخ في جمهورية مصر العربية. مساحته تصل لحوالي 17 فدان. إن شاء الله الهدف من الإنتاج بتاعه المستهدف منه 20 مليون إصبعية دينيس وقاروص و2 مليار زريعة جمبري بي ال 10. حضرتك طبعا قمت بزيارات متعددة للمشروع، مشروع بركة غليون، وبالتالي كان في رؤية أو محل نظر طبعا من الجانب العلمي للمشروع. ايه اللي انت حضرتك شايفه في المشروع بيمثل نقلة جديدة لمصر في مجال الاستزراع السمكي؟ والله يا فندم حضرتك بالنسبة للاستزراع السمكي البحري كمفرخات بحرية اساسا احنا نقدر نقول ما فيش في مصر كلها اكتر من 4-5 مفرخات على مستوى مصر. لو قلنا وهل دول بيغطوا؟ طبعا مش بيغطوا الاحتياجات، وبالتالي اللي بيحصل عندنا ان احنا بيتهدر الزريعه اللي موجوده في البحر اللي احنا بنسميها مافيا الزريعه، اللي بياخدوا الزريعه الصغيره بيقوموا بيحضنوها، وبالتالي بيفقد 50% منها عند التحضير، وبيبيعوها بالاسعار اللي هي الغاليه، ممكن ال1000 يوصل ل 2000 و3000. ده فيما يعرف بالصيد الجائر. الله ينور عليك. فبالتالي كان اتجاه الدوله ان هو يتعمل انشاء مفرخ ضخم يقدر يغطي احتياجات المشروع، والفائض منه ان شاء الله يوزع على المزارع الاخرى او المجاوره. ايوه بالظبط يا فندم. ويمكن هو اختيار المكان ده كمان بالظبط بتاع بركه غليون، ان معظم المزارع البحريه قريبه من دمياط على الطريق الدولي الساحلي، فبالتالي تكون اختيار لوجستي جيد. بالظبط، تكون برضه فرصه النقل اسهل واقرب من اي مكان اخر. هنا برضو يعني جزئية هامة جدا، وهي ان احنا مصر لديها مشروع قومي لإعادة واستعادة وتطوير البحيرات الشمالية. يمكن بدأت مصر بالفعل ببحيرة المنزلة، وهي ليست برضو ببعيدة عن مشروع بركة غليون. هل ترى ان مشروع بركة غليون سيؤثر بالإيجاب على عملية تطوير البحيرات الشمالية؟ طبعا بلا شك ان طبعا هي مشكلة الصيادين ان هم مشكلة البحيرة اساسا هو تقليص حجم البحيرة الناتج عن تجريف الاراضي واحاطة التعدي بالظبط. فبالتالي الصيادين بدأوا يشتكوا مش عارفين يعملوا ايه ولا يخلوا ايه. فبالتالي ان عندما تتوفر الزريعة الموجودة في المكان ولما تتدخل أجهزة الدولة بالوقف التعديات على البحيرة، ده هيدي فرصة للصيادين ان هم يقدروا ينزلوا في البحيرة تاني ويلاقوا مصدر. ده بعد طبعا القضاء زي ما قلنا على مافيا الزريعة. لما تتوفر الزريعة بشكل كبير زي بالظبط زي ما قلت لحضرتك قبل كده اسماك البلطي. اسماك البلطي دلوقتي ما بقاش لها اي قيمه بره. يمكن في الاول في اوائل التسعينات كانت ال1000 بيتباع ب 300-350، والنهارده ال1000 ب 15 جنيه. طب ده سببه ايه؟ نتيجه قصه المفرخات الاسماك المياه العذبه. اصبح دلوقتي اي تاجر او اي صاحب ارض ما بيروحش عن النيل وما بيروحش اي مصادر ثانيه يجيب منها البلطي، لا بيتجه على طول الى المفرخات الخاصه او المفرخات الحكوميه. احنا برضو لو قدرنا ننشئ مفرخات بحريه كبيرة بنفس الحجم دوت في أكتر من منطقة، هنقضي تماما على مافيا الزريعة. دكتور أيمن، في الحقيقة برضو جزئية مهمة يعني وحضرتك معانا، إن إحنا هذه المشروعات، يعني حضرتك قلت لي إن يعني ميزة هذا المشروع أنه مشروعا متكاملا، في مصانع الثلج، في مصانع الفوم، في مصانع تجهيز الأسماك وإعدادها للأسواق، وبالتالي كمان هناك مدينة سكنية، وزي ما حضرتك ذكرت هي مدينة سمكية بالكامل. مثل هذه المشروعات التنموية الكبيرة هل بالفعل بتؤتي ثمار في مجالات التنمية، وخاصة ان احنا يعني لدينا خطة على مدار 10 أو 12 سنة القادمة
بمشروع مصر 2030 أو رؤية مصر 2030. هل هذه المشروعات بالفعل ممكن أن تؤتي ثمارا، واحنا يعني بدأنا نحصد نتائج هذه المشروعات؟ طبعا حضرتك مفيش شك يعني ان طبعا المشاريع العملاقه ديت هتؤتي ثمارها طبعا. يمكن المرحله الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها هيكون فيها مصنع لعمل انتاج الفيش ميل، وده يعتبر اول مصنع برضو يتنشئ في مصر. طبعا كل الهدف منه تقليل حجم الاستيراد من الخارج، ان كل ده هيعود بعد كده على المنتج النهائي بسعر هنقول مخفض الى حد ما عن الاسواق العاديه الموجوده حاليا، وده بالنفع ان شاء الله على اصحاب الدخول المنخفضه. دكتور ايمن، بنحييك وبنحيي القائمين على المعهد القومي لعلوم البحار والمصاد، لان بالفعل هم يتعاونون في مجالات تنمويه كثيره، ومنها مشروع بركة غليون. شكرا جزيلا دكتور ايمن محمد لطفي ايوب، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد ورئيس محطة الماكس للبحوث التطبيقية. شكرا جزيلا. شكرا والتوفيق. اعزائي المشاهدين، هذا هو قضاء مصر، يد تبني ويد تحمل السلاح. واصل ونرجع لكم مرة.